محسن البهادلي. أستاذ محسن، أنت من الذين لك باع طويل في الملاعب الشعبية ولاعب متمكن ومتابع جيد للرياضة. أريد أن أسألك سؤالا هو في ذهن أغلب العراقيين المتابعين للدوري المحلي. لماذا هذا الشغف في الملاعب؟ ولماذا يتزايد باستمرار؟ ولماذا لم تستطع الجهات الأمنية من السيطرة عليه مع الأسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أقول مع الأسف، أنا كمتابع للدوري العراقي ومحب لكرة القدم وخاصة الدوري العراقي الذي أتابعه بشغف، ما يحصل الآن في الدوري العراقي حقيقة هي يعني فوضى. أنا أسميها فوضى رياضية، عدم انضباطية. اليوم لاحظنا هناك مباراة كرة قدم في الدوري العراقي لا ترتقي إلى المستوى الدوريات المحلية وحتى الشعبية. اليوم عندما يأتي فريق القرمة إلى محافظة ميسان وهذا التهجم الكبير على نادي القرمة والجمهور، وهذا هو السبب. ثقافة ما عندنا ثقافة رياضية. نعم. اليوم هذه ثقافة متشنجة اليوم. نعم. اليوم خطأ الحكم أو احتساب ضربة جزاء، هناك فار. ما ممكن اليوم سبب هذا الشغب هو المدربين المحليين الغير منضبطين. هاي ترجع إلى الاتحاد العراقي. الاتحاد العراقي لازم تكون هناك عقوبات صارمة. نعم، وضوابط لكل من يسيء إلى كرة القدم والدوري العراقي. نحن في المراحل الأخيرة والأدوار الأخيرة من الدوري العراقي لاحظنا هناك بعض التشنجات وبعض التهجمات على الحكام في المباريات. يعني اليوم شاهدنا مباراة النجف، يعني وحقيقة ما حصل في مباراة النجف البارحة ما حصل في مباراة القرمة ونفط ميسان، ما حصل في مباراة الزوراء. هذا يسمى فوضى رياضية. أنا أقول يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للحكام، للمدربين، للإداريين. اليوم فريق يأتي من محافظة الأنبار يذهب إلى محافظة ميسان يحتدى عليه من قبل الجمهور، هذا ما ممكن. اليوم أنت النادي نفسه أبو الجنوب يذهب إلى هذه المحافظات ويحكس نفس الشيء، يعني هذا ما ممكن. يجب أن تكون للاتحاد العراقي مواقف كبيرة. وأنا أقول مع الأسف كذلك هناك تأجيج لبعض من البرامج الرياضية التي تعرض على شاشات القنوات العراقية من بعض المحللين. وما يدور الآن ونحن نستقبل بعد 29 يوم إلى كأس العالم، ما يحصل الآن بين المغتربين والمحليين. اليوم هناك كذلك انتقاص من بعض اللاعبين. اليوم أعطي فرصة وأعطي مساحة للمدرب هو من يختار اللاعب، أما كان محلي أو مغترب أو يلعب فيه هو ليقدم في المستطيل الأخضر. تدخلات كبيرة في الشأن الرياضي من بعض المحللين. أقول هم من يحفز ويذهب باتجاه هذه الصراعات. الصراعات موجودة، ليش أنت تأجج هذه الصراعات؟ ضع المدرب اليوم أورناض راح يختار التشكيلة، هو مسؤول عن تشكيلته. لماذا هذا التدخل وهذا التهجم الكبير على المدرب؟ الحمد لله والشكر إن شاء الله الدوريات المقبلة والسنوات المقبلة في دورينا هي ستكون أجمل من هذه الدوريات إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أستاذ محسن على هذه المعلومات وهذه النقاط المهمة. نحن نعاني من أزمة وعي بنيوي كبير. المهمة ليست مهمة الاتحاد ولا مهمة وزارة الرياضة والشباب، المهمة عامة. الثقافة يجب أن تشيع، الحب يجب أن يشيع بين أبناء المجتمع. لا فرق بين فريق من الأنبار أو الموصل أو صلاح الدين وفريق من النجف وكربلاء والبصرة والعمارة. الكل عراقيين والكل تحب العراق وتعيش من أجل أن يصبح العراق شامخا وأبيا. شكرا للأستاذ عبد الستار العيساوي والأستاذ محسن البهادلي. شكرا جزيلا.